البلد اللي آخر مرة زرته سريلانكا. سريلانكا عجبتني، خصوصا ركوب الفيل، استانست فيه وايد أنا وولدي. والله فكرة إذا الله إن شاء الله كتب لنا الصيف بروح إسبانيا. هو صراحة كثير في أماكن حلوة، بس أنا بالشتاء أحب البر، وبالصيف نادي اللي أنا أروح له. توتر، أكون وايد متوترة، يعني تلاقيني قبل شهر يبدأ التوتر عندي قبل سفرتي، سبحان الله ما أنام الليل وأكون متوترة وقلقة إلا أسافر وأدش المكان اللي أكون قاصدته. بلدي الحبيب الكويت اللي ما لي غناة عنها. والله كثير عوامل يعني تنشط السياحة، يعني يمكن احنا كمواطنين لو نتكلم الكل يزعل، بس في عدة طرق تخلي السياحة بالكويت، يعني خصوصا لأنه عوامل البيئة والجو بالكويت تساعد، فنتمنى يعني من الأخوة المختصين يهتمون بهالجانب، لأن الكويت تستحق أن الناس تشوفها. أحب الأكل الإيطالي، بس يعني مو شرط بإيطاليا، يعني حتى المطاعم الإيطالية أحبها. المواقف الظريفة اللي صارت معي يوم كنت آخر سفرة سافرت، ولدي انحاش مني بالمطار وصار بروحه يركض، عارف، ولازم أنا أركض وراه لأنه هو ما يسمع كلام أحد بس أنا، وهو بما أنه صغير فظل يركض وظليت أنا أركض وراه لأن أنا خايفة عليه، فالناس كلهم قاعدوا شي يطالعوني فمستغربين منظري والكل قاعد يضحك، بما أنه بس أنا كنت محرجة من الموضوع. أشكر توريزم وورد على الجهود اللي قاعد يبذلونها من أجل تطوير السياحة بالكويت، وأتمنى أن الناس والأخوة المختصين في هذا الموضوع يحذون حذوهم ويهتمون في موضوع السياحة. سبق أن قلت بلدنا الحبيب الكويت تستحق أن الناس يشوفونها ويشوفون الخيرات اللي فيها ويشوفون الجمالية اللي فيها اللي الناس ما يدرون عنها، والبلدان الأخرى مو أهم من بلد الكويت. شكراً.